السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل ممبار. في ناس ما بتعرفش تحشي الممبار، هقول لها هتحشي ازاي. دلوقتي معايا رز، غسلاه طبعا اهو، لسه غسلاه يعني. ومعايا بصلايه مبشوره. طبعا في ناس بتحط البصل مع الصلصه، انا مش بحطها مع الصلصه. علشان ايه؟ علشان لما اجي احطه، لو فض صلصه وحطيتها في التلاجة البصله بتبوظ الصلصه. فايه هي كده بيبقى طعمه حلو والله، جميل قوي كده، نايف زي النايف ني كده. بس انا بسبك الصلصه. طبعا هاخد الصلصه كده. بسم الله. اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الاخرين، اللهم صل على محمد في كل وقت وحين. دي الصلصه اهي. انا بسبك بس الصلصه عشان لو فات صلصه انا بحطها في الفريزر، ما يبقاش طعمها مغير يعني. لما اجي تطلعيها تاني بتلاقيها طعمها زي ما يكون حمضان. فانت لما تعملي كده مش هتلاقي الصلصه كأن لسه عاملاها. دي بقى التسبيكه. والخضره اهي. وطبعا حطيت البصل. اللي هناك دي بقى اللي في السلطانيه دي فشه، عشان انا بعمل ممبار وفشه. الفشه طبعا انا مش بقطعها الا لما اسلقها، يعني انا بقطع الفشه بعد ما اسلقها. ليه؟ اول ما بتيجي تقطعيها وانت قبل ما تسلقيها بتحس ان هي بتقعد تطلع دم كده. لا، اسلقيها الاول وبعدين قطعيها كده. خلاص. حط بقى معلقه كمون، ونص معلقه كمون، نص كفايه. وهنا نص معلقه ملح عشان التسبيكه دي فيها ملح. هجيب الكزبره الناشفه. طبعا حطيت صلصه تاني على التسبيكه، نص معلقه كزبره ناشفه. طبعا الكزبره بتبقى في الثلاجه طبعا عشان ما تفوتش اهيت. ونحط بس ربع معلقه شطه صغيره بس، يعني شويه صغيرين قوي قوي قوي، عشان الشطه دي اللي عندنا حاميه قوي قوي يعني. اهو شفتوا بقى الشطه هتعمل عمايلها، دخلت في مناخيري. خلاص كده. الممبار معايا اهوت. طبعا قعدت ساعتين اغسل فيه بملح وخل وليمون لغايه ما ايدي وجعتني والله. هعمل ايه بقى؟ هنشيله بقى من الميه ديت، احطه في طبق عشان اعرف احشيه كده. خلاص. حطيت فضيت الصلصه من الحله اللي كان فيها التخديعه، علشان حطيت فيها ميه من غير ما اغسلها ولا حاجه. فضيت التخديعه بس في طبق وعملتها، وحطيت ميه بدلها. وهنا بقيه التخديعه اللي كانت في الحله. احط بس حبه زيت كده عشان الرز يبقى مفلفل يعني، ما يبقاش متعجن فيه. هو سهل وكل حاجه، مفيش الا التنظيف بتاعه هو اللي يعني بياخد وقت، لكن هو سهل جدا جدا. بصوا بقى عشان ما نزفرش الرز كله، لان الرز ده كتير. ده الممبار ده نص كيلو بقى على فكره. انا كنت جايبه نص فشه ونص ممبار بس ب100 جنيه الاتنين. النص ب50 دلوقتي. الممبار اللي كان ب55 دلوقتي بقى ب100. فجبت نص ونص ونص فشه.
عشان ايه بقى ما يبقاش الرز كله زفر. ممكن تعملي بيه محشي يعني. انا مظبط كله يعني. خد شويه في طبق كده، بس دي كبيره قوي، دي عايزه تقطع نصين. كنت قطعه كله زي كده في جيره، وبقيت اقطع منه في الموضوع ده بس. همسك بقى ايه، امسكها كده صباعي اللي هو اللي جنب الصغير ده هو اللي هحشي بيه. الصباعين اللي قصاد بعض الكبار دول الطوال دول، يعني امسك بواحد واحشي بيه بالصباع التاني اهو. اهو كده على طول على طول، مش بياخد اي وقت اهو. خلاص. وما تخلوش بقى ايه مليان ومكبوس عشان ما يفرقعش في الميه، يعني خليه ايه سايب يعني شويه مرحرح، يعني فاكريه واخدين بالكم مرحرح. اه ما في ناس بتجيب بتاع الجاز وتحشي بيه. يعني ايه افتحي كده بصابعك الاتنين، والصباع اللي ايه اللي هو في الوسط ده دخلي بيه الرز. اه اه على طول على طول على طول. يعني مش عايزينه بقى مكبوس، ماشي؟ مش عايزينه ايه مكبوس عشان ما يفضلش ايه يروح يفرقع منك. اهو بيتنفخ في الميه ويفرقع. اول ما الميه تغلي هنحطه. هعمله بقى كله بالمنظر دوت وارجع لكم. انا بقى خلصت كده. بصوا بقى الرز ده ما احتجت معلقه، كانت المعلقه دي هنا، خدت منه معلقه وحطيتها فيه، ولا زفرناه ولا حاجه. ممكن تجيبي نص كيلو بتنجان وربع كيلو فلفل وتحشيه وتقضي اليوم بيه. اللي هنا كده، ودول طبعا حبه فاضوا ومش هحطهم عليهم، هرميهم حبه صغيرين خالص عشان ما نزفرش ايه الاكل كله. هو مش زفر والله العظيم، ده انا غسلته لما ايدي وجعتني منه وقعدت اقلب فيه واعمل فيه. بصوا اهو، بص حشيته قبل ما الميه تغلي. لان ايه على طول على طول بصراحه بيتحشوا بسرعه. الميه هتقلب اهي. نحط بقى ايه معلقه ملح، لا مش معلقه، نص معلقه عشان ايه، وممكن ايه معلقه، لان ايه عشان ما يبقاش عادي يعني. الميه اول ما الميه تبتدي تقلب بروح منزلينه فيه زي اللحمه بالظبط عشان ما يفكش منك والرز كله يطلع بره. هنا بقى خلاص الميه قلبت اهي. هاخد واحده كده من كده اهي، اعملها من الرز طبعا اللي فيها، وامسكها كده واروح منزلها في الميه اهي. كلهم احطهم بقى في الميه. بصوا دي كبيره قوي ما رضيتش اقطعها، قلت خليها كبيره كده. وده الحجم المظبوط ليه يعني. هنزله كله في الميه بقى واسيبه يستوي. خلاص كده البار ده استوى. بصوا بقى تعملوا ايه بطرف السكينه كده وتشوفوه تغرزيها فيها كده، تلاقي ايه استوت، تروح غازه معاكي كده. يعني شايفه ازاي اهي استوت على طول. نطلعه بقى وقلياه، طلعه في الطبق.